الفيديو ده لكل شباب اللي ماشية على ترند الساينس بيزد، واللي بتعبد الدراسات ومقتنعة إن الدراسات وحتى وإن كانت قوية زي الميتا أناليسيز مثلا هي حق مطلق لا يمكن مخالفته. ركز كويس في الفيديو ده علشان هيفيدك. الحق مطلوب لذاته، وكل مطلوب لذاته فليس يعني طالبه غير وجوده، ووجود الحق صعب والطريق إليه وعر، والحقائق منغمسة في الشبهات. الجملة دي للحسن بن الهيثم بتكشف سر أساسي، إن الوصول للحق شيء صعب مش سهل على الإطلاق، لأن الحقيقة عمرها ما بتكون على السطح ولا مكتوبة لك في دراسة. الحقيقة دايما مدفونة في وسط مجموعة من الانحيازات والأكاذيب والنظريات اللي أحيانا بتبقى ممولة، واللي بتتغير مع الزمن ومع اختلاف مموليها. الطريق وعر لأنك مش بس لازم تشك في اللي بيتقال، ده انت لازم تشك في اللي انت فاهمه من اللي اتقال، والمعتقدات اللي انت قرأتها دي إن لم تكن منغمسة في انحيازات فقد تكون انت أسأت فهمها. والطريق الوعر هنا هي انك تتحدى نفسك وتدخل في أعماق البحث والباحثين عنه والقائمين عليه. كل دراسة علمية ليها سياق معين، مين عملها، مين مولها، ومين المستفيدين منها. الحقيقة مش في الظاهر لكن في التفاصيل وفي نظرتك النقدية للحقيقة اللي انت شايفها. والحقيقة دايما ما بتجيلكش نقية، زي ما اتقال دايما بتجيلك ملوثة بشبهات كتير، زي شبهة الانحياز أو شبهة الجهل، أو حتى قد تكون شبهة الخداع، لأن ناس كتير قد تكون مصلحتها إن هي تخدعك. وخلينا أصدمك، أي صانع محتوى بينقلك دراسة هو في الواقع بينقلك شبهة مش حقيقة، لأن الدراسة لو أنت عايز تنظر لها نظرة صحيحة فأنت بتنظر لشبهة من المفترض عليك البحث والتدقيق فيها، وليس الإيمان المطلق بالمكتوب فيها. الحقائق منغمسة في الشبهات لأن العلم نفسه بيتغير مع الوقت، وياما شفنا دراسات جديدة نسفت كل القديم قبلها. يعني اللي انت شايفه حقيقة النهاردة ممكن يبقى شبه بكرة. وحسن الظن بالعلماء في طباع جميع الناس، فالناظر في كتب العلماء إذا استرسل مع طبعه وجعل غرضه فيهم ما ذكروه وغايته ما أوردوه، حصلت الحقائق عنده هي المعاني التي قصدوا لها والغايات التي أشاروا لها. فطالب الحق ليس هو الناظر في كتب المتقدمين المسترسل مع طبعه في حسن الظن بهم، بل طالب الحق هو المتهم لظنه فيهم، المتوقف فيما يفهمه عنهم، المتبع الحجة والبرهان لا قول القائل. ودي أخطر جملة في المقولة، إنك تكون طالب الحق، والحق في ذاته معناه إنك تشك في كل حاجة، تشك في العلماء، تشك في الدراسات، وتشوف إن احتمال الخطأ وارد حتى في أحسن وأفضل المصادر. ما تقولش أصل أنا جايب دي من موقع الفلاني ولا موقع البحث العلمي الموثوق العلاني، لازم تشك حتى وإن على المصدر. فأنت بتبحث عن الحق في ذاته ولست مؤمن بناقل الحق. والخطأ الأكبر اللي أنت كتير بتقع فيه إنك تثق في شخص أو جهة بدون أي تحقيق أو تدقيق أو حتى مراجعة بسيطة عن اللي اتقال ده قد يكون اتقال ليه. كون إن الدراسة معمولة في جامعة أو جهة بحث كبيرة مش معناها إنها معصومة، وكونك طالب علم أو باحث لازم تنظر وتدقق قوي في كل ثغرة قد تكون موجودة في الدراسة دي. طالب الحق الحقيقي هو اللي بيشوف فين الثغرات، هل كل العلماء اتفقوا على ده ولا لا، ايه هي الانتقادات اللي نقدت الدراسة دي وانتقدتها ليه، ولو مفيش نقاد للدراسة دي فمفيش نقاد ليه، هل عشان الدراسة حديثة ولا هل علشان في تكتيم على النقاد دول؟ لو الإجابة انك ما عملتش اي حاجة في دول فانت لازم تعرف ان دي مش حقيقة إطلاق، وإن الدراسة اللي في إيدك دي
ما هي إلا شبهة. الذي هو إنسان مخصوص في جبلته بضروب الخلل والنقصان، وإنما ينبغي لمن يطلب الحق ويؤثره على كل شيء أن يجعل نفسه خصما لكل ما ينظر فيه، ويخصمه من جميع جهاته ونواحيه، ويتهافت على تفتيشه وتفصيله، ويبحث عن عيوبه ومزاياه من غير أن يتحامل عليه أو يتسمح فيه أو يميل معه أو يعادي له. يعني إيه تكون خصم لمعلومة أو دراسة علمية؟ يعني تكون أنت القاضي والمحامي في نفس الوقت، تتعامل مع الدراسة كأنك أنت اللي كاتبها، وكأنك أنت في نفس الوقت اللي بتنقدها، من غير ما تتحامل عليها ومن غير ما تميل معاها. كل معلومة بتجيلك من أي دراسة لازم تبص لها بشك ونقد، وتسأل نفسك إيه أضعف نقطة في الدراسة دي؟ إيه أضعف نقطة في العينة اللي اتخذت عن الدراسة دي؟ تسأل نفسك أسئلة إحصائية، هي العينة دي اتخذت بناء على إيه؟ وتبقى فاهم مصطلحات إحصائية زي مثلا الأوتلايرز. أوتلاير هي العينة اللي بتكون شاذة عن باقي العينات. يعني لو جينا ناخد مثال لعينة، هنجيب متوسط رواتبهم. متوسط الرواتب دي كانت من 5000 جنيه ل 10000 جنيه، وفي وسط العينات دي أخدنا نجيب ساويرس اللي هو متوسط دخله بيعدي الملايين. لو جينا نحسب المتوسطات في وجود نجيب ساويرس فهو بيعتبر اوتلاير، يعني هيبوظ نتيجة العينة، وهتلاقي متوسطات المرتبات بتعدي ل100,000 جنيه، في حين إن الحقيقة إن متوسط المرتبات من 5 ل 10,000 جنيه. مجرد شخص واحد قادر إنه يبوظ عينة. لازم تبقى فاهم كويس جدا إن في تلاعب بيحصل كبير في العينات الإحصائية اللي بتتاخد في دراسات. فلازم تبقى أنت الناقد والباحث ضد أي دراسة بتقراها، وتبقى فاهم أصلا مبادئ إحصائية علشان تعرف تنقد كويس. كونك خصم يعني ما تسيبش أي سطر ولا معلومة في الدراسة من غير ما تختبرها وتبحث وراها، مش بس تقراها وتسلم إن هي دي الحقيقة. فإذا فعل ذلك وتحرى في البحث عن الحق، هذا التحري انكشف له الحق، وتبين من تقدمه من التقصير والشبهة. والجملة دي تقريبا واضحة، الحقيقة مش موجودة على السطح. شباب الساينس بيزد وشباب الدراسات الناقلين، عايز تبقى مبني على العلم بجد، كن خصما لكل دراسة بتقرأها. كونك بتعرف توصل لمواقع موثوقة زي باب ميد أو أيا كان المصدر بتاعك مش معناه أبدا إنك ساينس بيزد. معناه إنك، واعذرني في اللي أنا هقوله، إنك مجرد ناقل لا تعلم عن خبايا العلم شيء ولا عن خبايا البحث شيء. وإنت كمشاهد مش أي حد يقولك العلم قال تصدقه. العلم وسيلة وليست غاية، وإنت لازم تكون الباحث وليس المتلقي. لو عايز تكون طالب حق بجد لازم تكون قادر إنك تتحدى كل شيء، وتتحدى النقد اللاذع اللي الناس عبدت الدراسات هينقدهولك. الطريق مش سهل، ولكنه صدقني يستاهل. إنك توصل لمرحلة إنك تبقى باحث أو عالم محتاجة جهد كبير. ما تبقاش مجرد ناقل وصانع محتوى. إنك ترتقي بنفسك لدرجة الباحث والعالم محتاجة إنك تفهم كويس قوي كل اللي أنا قلته في الفيديو ده.